بما أنه رانا في موسم الفراولة الفريزة، قلت والله نشارك معكم هذه الوصفة تاع تارتو فريز من أبن وصفات التحليات. جات فيها واحد الكريمة بزاف بنينة وخفيفة، وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة. هنا حطيت 2 كيسان تاع فرينة مغربلين، قرصة تاع الملح، نص كاس تاع سكر كلاص مغربل، شويه تاع لافاني، خلطتهم كامل. ومن بعد زدت لهم هنا 100 غرام تاع مارغرين تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، و3 مغارف كبار تاع الزيت. كيما راكم تشوفوا هكا راني نبسس في هذيك لافارين غير بالعقل، راني ندخل في هذيك لا مارغرين بيان سور تكون طريه حتى نكملها. من بعد حطيت هنا صفر بيضه وشويه تاع بيض، يعني البيض تاع البيضه عاديه، وبديت ادلم. نتوما حطوا الصفر بعد تشوفوا الا كفات صفر بيضه لميتو بها سي بون، سينو زيدوا شويه تاع البياض. هنا راني لميت لاباط تاعي نديرها في ان ساشي ونحطها في الثلاجه تريح مده واحد نص ساعه هكاك. فوالا لازم ترتاح لاباط. من بعد هنا في كسرونه راح نوجد لك كريم باتيسير بدون بيض. حطيت نص لتر تاع حليب، 2 مغارف تاع السكر، 2 مغارف كبار تاع انشا لا مايزينا، فوالا ولا فاني. هنا حركت كلش بارد في بارد، وبعد حطيت فوق النار الكسرونه ديالي، وهنايا نحرك بدون انقطاع حتى تتقل هذيك الكريمه. ولازم تطيب هذيك لا مايزينا. شوفوا هذوك الفقاعات لازم تكون تبقبق شويه باش تطيب لكم لا مايزينا. من بعد نحيتها من فوق النار، درت لها مغرف تاع لا مارغرين، فوالا ذوبتها لداخل في هذيك الكريمه. من بعد فرغتها في الطبسي هكا كما راكم تشوفوا، وغلفتها بالورق الشفاف هدايا اون كونتاكت مع لا كريم، وحطيتها في الثلاجه تبرد اقل مده 2 سوايع. من بعد كي بردت وارتاحت في الفريجيدار، هنا طلعتها بكاس غير ربع تاع كريمه بودره شونتي، فوالا عفوا، فوالا حتى تحصلوا هذه الكريمه. شوفوا كيفاش خرجت شابه بيضه وخفيفه. كيما تقدروا تخلوا لا كريم باتيسير على حالها، ما تزيدوا لها حتى اضافه. من بعد رحت لاباط ديالي، فوالا جبتها درت ان ساشي من التحت وساشي من الفوق ولاباط في الوسط، وحليتها بالحلال. هذه طريقه مليحه وتسهل عليكم المهمه تاع باش ترفدوا لاباط ديالكم باش تحطوها في المول. فوالا بهذه الطريقه هكايا تحفوا مليح هذيك لاباط، خدموها مليح سقموها. مام تقدروا تزيدوا في الاطراف العجينه هكا كيما تلحقش ولا المول الفوق، فوالا هكايا سقموها مليح لاباط كيما راني نسقم فيها هكايا. فوالا نحيت الزوائد هذوك اللي راكم تشوفوا فيهم. بيان سور هذوك الزوائد تقدروا تستغلوهم في هكا ديروهم دي ميني هكا ترتولات هكا صغار، دي فونتارت صغار. ومن بعد تقبتها هنا بالفرشيطه، فوالا تقبوها مليح مليح، سورتو لي كوان هذوك تاع المول، فوالا في الطرف كامل. شوفوا ما تطلع ما والو في الفور على 180 درجه، تكونوا سخنتو الافونس. شوفوا كيفاش طابت. من بعد شديت هنا بانسو هكا، ذوبت شويه تاع شوكولا بلون بالبانسو هكايا، فوالا دهنت لا طارت ديالي باش كي ندير الكريمه تشد لي شويه، ما تتشمخش بزاف، يعني ما تشد شويه. فوالا هذه طريقه استوس راهم كامل يديروها. فوالا كي بردت هذيك الشوكولا بردت وجمدت، ومن بعد بديت هنايا نعمر في لا طارت ديالي بالكريمه هذيك اللي طلعتها. فوالا هنا التزيين، شوفوا البنات هنا التزيين اختياري، انا زينت اما فاصون. انا ما حبيتش نعمرها بزاف بالفريزه، حبيت شويه نشوف لا كريم، يعني في شويه فراز وشويه تاع لا كريم في لا طارت. نتوما ديروا اي تزيين يجي في بالكم، راهو كاين بزاف في المواقع التواصل طريقه تزيين لي طارت. شوفوا تبعوا، شوفوا الطريقه اللي عجبتكم او الموديل اللي عجبكم تاع التزيين ديروه. فوالا ومن بعد درت شويه تاع لا جولي من الفوق باناج باش الفاكهه تاعي ما شغل تغاردي لا كولور وتعطي هذيك لا بريونس. فوالا وهذه هي النتيجه اللي كان. تنسونيش بتعليق شباب، والسلام.